اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عبد الله. النهارده عندنا حلقه جديده وحلوه جدا جدا هتعجبكم. استوقفني حاجه جدا غريبه. فكره ان انت لما بتتعب وتروح تاخد اي دواء من الصيدليه، دي فكره بحد ذاتها حاجه مخيفه شويه في بعض الامثله اللي انا شفتها. الموقف اللي تعرضنا ليه النهارده ان ممكن اي حد عنده صداع، عنده الم في ظهره، عنده شويه مش عارف ايه وجعه حاجه كده، على طول بيروح الصيدليه يجيب مسكن الام وياخده، او بين كيلر او وات ايفر ايه هو بيسميه، سين قصاده ناس في كل دوله. فبياخد المسكنات الالام دي بدون استشاره طبيب، وده اللي لازم نراجع نفسنا فيه يا جماعه، خصوصا في مسكنات الالام. الافظع من كده ان احنا كمان بقى تخيلوا نعمل ايه؟ ان الرياضيين بياخدوا مسكنات الام علشان ما يحسوش بالتمرين او السايد افكت بتاع التمرين او تاثير التمرين على الام العضلات بتاعتهم، عشان يقدر يتمرن اكتر من كده، مع ان في حاجات كتير تخليه يقدر ياخد نفس النتيجه حتى على فتره اطول شويه، بس ما يعرضش نفسه للمشاكل اللي من الشكل ده. كانت بدايه المسكنات بقى دي كان ايه؟ كان هو الاسبرين طبعا اخترعوه من زمان قوي، ويعتبر من اول انواع المسكنات، اللي هو استيل سالسيليك تقريبا على ما اعتقد الاسم او الماده الفعاله. الخطوره بتاعه النوع ده من المسكنات او الاسبرين خصوصا بتركيز عالي، وانه ممكن يعمل لك نزيف في الامعاء او نزيف عام، او ممكن انت لو اتصبت اي اصابه او خبطه او اتعورت تعويره صغيره مثلا او تعويره كبيره او حادثه، دمك هيتصفى بسرعه كبيره جدا جدا، لان عندك سيوله عاليه جدا وانت بتاخد على طول باستمرار الاسبرين، لانه زي ما احنا قلنا الماده الفعاله بتاعته بتعمل سيوله جامده. زمان كانوا بيوصفوه، او حتى كمان لحد دلوقتي بيوصفوه للناس اللي عندهم مرضى القلب، بيوصفوه للناس اللي عندهم مرضى القلب او اللي عندهم يعني الدم بتاعهم سهل انه يحصل له فيه جلطات او معرض للجلطات، فبياخدوا الاسبرين ده كحاجه كده وقايه. فده من الحاجات اللي احنا شفناها في موضوع الاسبرين بالذات. الخطوره بتاعه النوع ده من المسكنات او الاسبرين خصوصا بتركيز عالي، وانه ممكن يعمل لك نزيف في الامعاء او نزيف عام، او ممكن انت لو اتصبت اي اصابه او خبطه او اتعورت تعويره صغيره مثلا او تعويره كبيره او حادثه، دمك هيتصفى بسرعه كبيره جدا جدا، لان عندك سيوله عاليه جدا وانت بتاخد على طول باستمرار الاسبرين، لانه زي ما احنا قلنا الماده الفعاله بتاعته بتعمل سيوله جامده. زمان بيوصفوه للناس اللي عندهم مرضى القلب او اللي عندهم يعني الدم بتاعهم سهل انه يحصل له فيه جلطات او معرض للجلطات، فبياخدوا الاسبرين ده كحاجه كده وقايه. الاستيل سالسيليك الفتره اللي فاتت طبعا في ناس كتير ابتدوا ياخدوه، او الدكاتره ابتدوا يوصفوه ايام بقى هوجة كورونا في الاول، وبيعمل جلطات جامده في القلب او بيعمل جلطات جامده في الرئه او في انحاء متفرقه من الجسم. فده طبعا يخلينا نرجع لمنطقه ان احنا لازم نركز في احنا بناخد ايه، علشان هيأثر علينا بأي شكل وبأي وضع. فأيام كورونا خلصت، عايزين نركز بالراحة. الناس اللي رياضيين برضو نركز، الناس اللي برضو على الفاضي وعلى المليان عندها صداع عايزة تاخد أسبرين أو أي مسكن آلام، هنقول لكم دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه مع بعض. نرجع تاني لموضوع المسكنات وتأثيرها القوي جدا على الكلى. المسكنات من الحاجات اللي بتأثر على الكلى. في قرايتي عن الموضوع لقيت ان في هرمون بتفرزه الكلى اسمه البروستاجلاندين او بروستاجلاندين. اهميه الهرمون البروستاجلاندين ده انه بيخلي الكلى الشرايين بتاعتها تتسع علشان تقدر تستقبل اكبر كميه دم وتغذي الكلى، وطبعا تخليها نشطه وتعمل بكامل وظيفتها وطاقتها. طيب احنا دلوقتي لما بناخد مسكنات زياده بيحصل ايه؟ لما بناخد طبعا المسكنات
او الحقن او حقن مسكنات الالام بشكل كبير ومكثف في فتره قليله جدا، وخصوصا بيكون الناس اللي عندهم مشكله في مرضى السكر او عندهم قصور في الكلى او حاجه من هذا القبيل. لما بياخدوا الكميات دي بيأثر على انتاج الهرمون، ما بيخليش الهرمون ينتج بشكل طبيعي لانه جاي من بره كتير، فبيخلي الكلى ما تفرزش الهرمون ده، فبالتالي الدم ما بيوصلش للكلى، فبيحصل مشكلة كبيرة جدا أو بيحصل مشاكل في وظائف الكلى. احنا طبعا في غنى عن كل الكلام ده، ودايما بقول إن ربنا خلق لنا الطبيعة فيها كل حاجة احنا محتاجينها من A to Z. في مسكنات آلام طبيعية طبعا، والسر كله يكمن في المطبخ. طبعا المطبخ فيه كل أنواع المسكنات الطبيعية. أنا هذكر شوية حاجات عن مسكنات الآلام اللي موجودة جوه المطبخ. لو انتوا حابين في حلقة تانية إن احنا نعمل مسكنات الآلام دي لكل حاجة معينة، وده طبعا موجود في مصادر عالمية ومواقع مهمة ومواقع طبية شهيرة بتتكلم أو بتدي وصفات لمسكنات الآلام على حسب كل مرض معين أو على حسب كل ألم معين هتاخد إيه هي الوصفات بتاعته. النهاردة هسرد بس المعلومات إيه هي الحاجات اللي ممكن نستخدمها، وبعد كده لو حابين في حلقة تانية هتسيبولي في الكومنتات وهنبتدي نعمل حلقة لأنواع المسكنات أو لكل أنواع الآلام هناخد لها مسكنات من المطبخ شكلها عامل ازاي. هنبتدي بأول مكون، وده مهم جدا جدا خصوصا كمان للناس الرياضيين اللي هم بيلعبوا طبعا وأحمال وعضلات وكلام زي كده، فالموضوع طبعا بيأثر وهو عايز حاجة تسكن آلام وتعمل له هيلينج تايم تأثره شوية عن الطبيعي. أول مكون هو الزنجبيل او الجنزبيل، هما الاثنين واحد، فده اول مكون معانا نقدر نستخدمه لانه مضاد للالتهاب انتي انفلاميشن، وفي نفس الوقت هو بيسكن الام العضلات، وده مسكن حلو جدا. تيجي للمكون الثاني هو القرنفل، والقرنفل طبعا ده يعني سره بايت عليه حاجات كتير جدا جدا حلوه، ولكن هو الاخص والاحسن انت لو عندك مشاكل في اللثه او في الضروس او في الحاجات دي تقدر تندغ لك حبيتين قرنفل بيسكنوا الالم وبيخلوا صحه اللثه وجودة الفم نفسها أو صحة الفم نفسها هائلة جدا وممتازة. نيجي المكون الثالث وهو خاص بالبطن أو بالأمعاء عامة أو الجهاز الهضمي، هو النعناع. النعناع ليه تأثير قوي جدا في مهدئ ومسكن ومريح جدا لآلام البطن والقولون وكمان القولون العصبي، وهو تقريبا يعني النعناع بيعمل كمهدئ عام للجسم، وده انا عن نفسي انا ما بستغناش عن النعناع لان انا بحبه كمشروب مفضل بالنسبه لي. المكون اللي بعد كده هو الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر طبعا استخدموه زمان الناس والهنود والناس دي، بس استخدموه اكتر كحاجه موضعيه. يعني لو انت عندك مشكله في الم في مفصل معينه او في عضله او في مكان معين، لما بتحطه على الجلد بيخلي الالم كله يتوزع وما تحسش بالالم الرئيسي، فده كان استخدامات الشطه او الفلفل الاحمر زمان، وخصوصا لالام العضلات والعظم. المكون اللي بعد كده اللي انا بحبه برضو قوي هو القرفه. القرفه ده منشط عام للدوره الدمويه هايل جدا جدا، وخصوصا في الالام العامه للجسم. وكمان في ميزه حلوه قوي، الناس اللي عندها برودة في الأطراف في الشتاء لما بتاخد القرفة أو بتشربها دافية بتدفي الأطراف بتاعة الرجلين والصوابع، لو أنت من الشخصيات أو الناس اللي بتحس بالبرد جامد جدا جدا في صوابعها أو في أطرافها بصفة عامة. المكون اللي بعد كده هو الكركم. يا سلام بقى على الكركم، يعني الكركم وآلام الظهر وأسفل الظهر والعضلات والعظام هو مسكن للحالات المزمنة. يعني الكركم، طبعا الكركم ده فيه مادة اسمها كركمين، أكيد انتوا كلكم عارفينها، فيها مضادات أكسدة قوية جدا جدا بتأثر على الجذور الحرة أو الشوارد الحرة زي ما بيقولوا عليها، وكمان بتخلي الالتهابات المزمنه اللي في جسمك. لو انت عندك الم بصفه مستمره، لو انت بتواظب على الكركم او الكركمين ككبسولات لو انت ما بتحبوش، وفي حاجه اسمها طبعا جولدن درينك اكيد انتوا عارفينه، او المشروب الذهبي اللي هو لبن وعلى كركم دافي وبتشربهم مع بعض، ده حاجه طبعا بتعلي جدا جدا عندك الاستفاده الكبيره من الكركم. المكون اللي بعد كده هو اليانسون، واليانسون طبعا ليه بيستخدم كمسكن عام، لان اليانسون ليه خصائص حلوه جدا، تشنجات العضلات والالتهاب
والتهاب العضلات والصداع النصفي. وعندك كمان بيأثر على ألم الأسنان كمان برضو كمسكن لألم الأسنان، ومدر للبن خصوصا للسيدات اللي هم طبعا بيهتموا بالرضاعة. ودي كانت مجموعة من المسكنات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا علشان نقدر نستفيد بيها في الطبيعة ونستخدمها بشكل مستمر، بدل ما نخش في مسكنات الآلام الصناعية بقى، باراسيتامول، السلسلسلك، يعني كل أنواع المسكنات. حتى لو الباراسيتامول من الحاجات الآمنة مؤخرا، طبعا الناس بتقدر تاخد منها، بس برضو أي حاجة بتزود فيها بتأثر عليك بالسلب طبعا في جسمك. أنا أعرف في حد، وكمان قريت الاكسبيرينس بتاعه في بوست على الفيسبوك، بيقول ان هو كان تعبان فترة وخد حوالي 20 أو 28 حقنة مسكن. مش هنقول اسم المادة الفعالة، بس يعني حقنة مسكن سواء بروفين بقى أي مادة من المواد دي. بعديها جاله فشل كلوي كامل بسبب الحقن الخاصة بتسكين الآلام. فأرجوكم لو انتوا يا جماعة عندكم مشكلة فعلا أو بتحسوا بآلام أو بصداع نصفي، حاولوا ان انتوا تضغطوا على نفسكم شوية وتستحملوا وتستخدموا دايما البدائل الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. أرجو ان الحلقة تكون عجبتكم، حلقة صغيرة سريعة وتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي فيها. أرجوكم لو انتوا عايزين حلقة خاصة بوصفات معينة لكل أنواع مسكنات الآلام، بوصفات نعملها في حلقة واحدة صغيرة للمشروبات كلها بالكامل، يا ريت تبلغوني وأنا هنعمل لكم حلقة برضو بتتكلم عن مسكنات الآلام. الناس اللي طلبت حلقة العيش الكيتوجينيك دايت، أنا بعتذر الحلقة حصل فيها دروب بسبب الصوت، فإحنا بنعيد تصوير الحلقة تاني علشان نعملها لكم. الحلقة مختلفة يا جماعة غير كل اللي انتوا شفتوه على اليوتيوب أو حد قدمه بطريقة عامة، لأن إحنا بنحاول دايما نوفر لكم أكبر بديل موجود ومتاح، ويكون اقتصادي على قد ايديكم تقدروا تستخدموه. وميرسي وشرفتوني. سلام.